في بنات كتير بتحلم بيوم فرحها من وهي صغيرة، بتتخيل الفستان والضحكة والبيت اللي هيعيشوا فيه سوا. بس محدش بيقول إن في تفاصيل صغيرة ممكن تغير كل حاجة. تفاصيل لو احنا تجاهلناها ممكن تبوظ أحلام سنين. أنا مخطوبة بقالي سنة والحمد لله جوازي خلاص قرب جدا. المفروض بقى إن احنا نتجوز في شهر واحد الجاي بإذن الله. خطيبي إنسان محترم قوي وبيحبني جدا، وأنا كمان بموت فيه. وربنا وحده عالم قد إيه أنا كنت مستنية اليوم ده، اليوم اللي احنا نتجمع فيه تحت سقف واحد. لكن في حاجة غريبة حصلت جدا الأيام اللي فاتت دي، خلتني مش عارفة أنام من كتر التفكير وبموت حرفيا. خطيبي عنده أخ وأخت، أخوه مسافر برا مصر وأخته كانت متجوزة بس اتطلقت من فترة، وهي عندها طفلين صغيرين. بعد الطلاق قعدت مع والدتها، يعني حماتي، في نفس الشقة اللي هي كانت متجوزة فيها. المهم، من فترة كده خطيبي قال لي إن أخته جالها عريس، والدنيا ماشية والحمد لله العريس ده مناسب ليها جدا وكويس، وإن شاء الله بعد بشهرين أو 3 شهور بالكتير هي كمان هتتجوز. وطبعا لما تتجوز هتسيب البيت اللي هي قاعدة فيه وتروح تعيش مع جوزها الجديد. لحد كده مفيش أي مشكلة خالص. لكن المفاجأة بقى كانت لما خطيبي قال لي بهدوء كده، وكأنها حاجة عادية جدا والمفروض ان هي تحصل والمفروض ان ده الطبيعي، قال لي ان مامته هتيجي تعيش معانا بعد ما نتجوز، لان طبعا اخته خلاص هتتجوز ومامته هتعيش لوحدها، فهو بقى مش عايز يسيبها تعيش لوحدها. انا سكت وقتها وما قدرتش ارد باي حاجة. يعني ايه تعيش معانا؟ يعني اول ايام جوازي اللي المفروض اكون فيها ببدأ حياة جديدة تبقى حماتي عايشة معايا في نفس البيت؟ حسيت ان فرحتي اتكسرت. بس قلت بيني وبين نفسي يمكن ربنا يسهلها، فقلت له طب خلاص خلينا نتجوز الأول وربنا يسهل كل حاجة بعدين. بس الحقيقة أنا من ساعتها مش عارفة أريح قلبي خالص، حاسة إني متوترة ومخنوقة وخايفة، وكل مرة أتخيل الموقف بحيث إن حياتي مش هتبقى زي ما أنا كنت بحلم بيها أبدا. وبعدين كمل كلامه وقال لي إنهم كمان ممكن يبيعوا الشقة اللي حماتي عايشة فيها علشان تتقسم فلوسها علينا كلنا، وساعتها هو هيجيب لي بقى مبلغ حلو كده نبدأ بيه مشروع أو نحسن بيه حياتنا. الكلام ده خفف عني شوية، بس برضو لسه جوايا شوية خوف، خوف من إن وجود أمه معانا يخنقني ويخلي مفيش أي خصوصية، يخلي حياتي كلها مراقبة وكلام ومشاكل. أنا مش قد ده كله. رحت حكيت لماما كل ده، وكنت متوقعة ان هي هتهديني او تقولي استني لما تشوفي بس اللي هيحصل ايه، يمكن يحصل العكس. لكن للأسف كلام ماما برضو كان نفس تفكير. لكن ماما أول ما سمعت الكلام ده قالت لي لا يا بنتي، لا وألف لا، مفيش عروسة تبدأ حياتها وحماتها قاعدة معاها في نفس البيت. ده غلط كبير جدا من البداية. هو بقى يشوف لها مكان تاني قريبة منكو يروح ويجي عليها كده كل يوم لو هو عايز، لكن تعيش معاكم في نفس البيت أنا مش هسمح بكده. فضلت ماما تتكلم وتفهمني حاجات كتير ما كنتش واخدة بالي منها، وقالت لي هتبقي طول الوقت متوترة، لا عارفة تلبسي براحتك ولا تتحركي في البيت ولا حتى تعيشي اللحظة كزوجة يعني جديدة. وغير كده هيصرف كل فلوسه عليه، والبيت بقى اللي المفروض ان هو اصلا يبقى بيتك هيبقى بيتها هي، والراحة اللي كنت بتحلمي بيها مش هتلاقيها. الكلام وجعني بس كان واقعي جدا، لان ماما طبعا عندها خبرة وشايفة الدنيا صح اكتر مني. ومن ساعتها وانا مش قادرة اقتنع ان ده ممكن يمشي. انا رافضة الفكرة نهائي، بس في نفس الوقت مش عايزة أخسر خطيبي، بحبه جدا وهو حب عمري، مكنتش أتخيل حياتي من غيره. بس كل مرة أتخيل وجود حماتي معانا بحس بخنقة مش طبيعية. فأنا طبعا خايفة أواجهه برفضي فيزعل أو يحس إني ضد أمه، وخايفة كمان أوافق وأسكت وبعدين أندم بعد الجواز، وطبعا الندم ساعتها هيبقى ملوش أي فايدة. أنا عارفة إن في ناس كتير عدت بنفس الموقف ده. عايزة أسمع منكم بجد، هل أنا غلطانة إني رفضت الفكرة ولا فعلا ماما عندها حق؟ ولو في حل وسط يخليني أحافظ على حياتي وأرضي خطيبي في نفس الوقت، نفسي أعرف أعمل إيه، لأن والله أنا بين نارين، نار الخوف على مستقبلي ونار إني أخسر إنسان بحبه جدا بجد.